Dëmbash guhdarën hivi u slavuriz shwarat xalakek nutesh kosheja teknosjan. Guhdarën hejat ve xalakeda amihin përsap kënësh brezali startaba u kesheyin we ye ko mrovra darbaz dibe. Guhdarën heja kam hevra guhdarya sedema u rea çareseriya bikin. بالبداية بنرحب فيك أهلا وسهلا. علي. أهلا وسهلا فيك بفقرة جديدة من فقرات تكنوشيان. أهلا وسهلا فيكم. علي، هالمرة بدنا نسألك عن الطابعات، وأول سؤال وقت نوصل طابعة بكمبيوتر والكمبيوتر ما بيتعرف عليه، السبب شو بيكون؟ طبعا بالنسبة لموضوع تعريف الطابعة، كل طابعة بيجي معها قرص تعريف يكون جاي معها من الشركة. في حال إذا ما كان القرص موجود بنفوت عن طريق الإنترنت نحط رقم الطابعة، يعني الشركة الصانعة ورقم الطابعة. طبعا في رقم بيكون للطابعات، يعني بشكل عام إما بيكون على ظهر الطابعة من فوق أو بيكون بأسفل الطابعة من تحت مكتوب عليه مثلا الرقم الخاص فيها، مثلا اسم الشركة والرقم الخاص فيها. نفوت على موقع الشركة رح يعطينا أرقام الطابعات بالتسلسل، فنحن بنشوف الطابعة الموجودة عنا وبنسحب التعريف تبعها. غير فكرة إنه ننزل التعريف من النت، شو في حل كمان؟ في هلا كتير بالسوق دارجة هي أقراص التعريف التلقائية. طبعا هي بتكون شاملة لكتير من أنواع القطع، ممكن انه عن طريق نعرفها في حال الا اذا ما كان تعريف الطابعة معقد، فبهالحالة بدنا نرجع نحتاج للإنترنت. علي، أحيانا بنوصل الطابعة بالكمبيوتر وبيكون الباب مسكر، بيعطينا إنه أغلق الباب، وقتها السبب شو بيكون؟ هلا في عنا احتمالين، في اللسان بلاستيك موجود عند الباب، أو في حساس للباب بيكون موجود قريب من باب الطابعة، أو طبعا الحساس في له لسان بلاستيك، هذا وقت بنسكر الباب بيدفش لسان البلاستيك لجوا الحساس. فبهالحالة بس نفتح الطابعة نتأكد انه اذا لسان البلاستيك مو مكسور، وبنفحص الحساس، يعني اذا الحساس مضروب رح نغيره، وبهالحالة اكيد رح تروح المشكلة. علي، كمان احيانا الطابعة بتعطي بشكل مستمر رسالة للكمبيوتر مشان نحط فيها ورق وهي فيها ورق، هي لشو بتكون؟ في عنا حساس الورق، يعني مرات حساس الورق إذا بيكون مضروب، أول شيء في عنا ضوء موجود بالطابعة بضل يعطينا إنه ما فيها ورق طابعة، حتى لو كان فيها ورق طبعا، أو على الكمبيوتر يعني بيطلب منه إنه ندخل ورق مع إنه الورق موجود بالطابعة. فهي كمان في حساس للورق، إما بيكون مثلا في له هي مثل دولاب صغير، يوم ندخل الورق عم يرفع ضفر بلاستيك لعند الحساس، يعني إما بيكون معلق مثلا في تعليق، أو بيكون حساس مضروب. فنحن بنتفقده، يعني إذا كان معلق ممكن إنه نحرك شوي برجع لحالته الطبيعية، وإذا الحساس مضروب طبعا بده تغيير. علي، وقت الطباعة في بعض الحروف بتكون ملغية أو مو واضحة وبتقطش، طبعا بهالحالة السبب بيكون هو من المحابر، اما في وسخ راس المحبرة، مثلا مرات الحبر بيكون جاي زيادة على راس المحبرة، ما بتطبع منيح، او بيكون في نقص بالحبر. يعني بهالحالة لازم يعني اول شيء نفك المحبرة او خرطوشة الحبر، ننظفها منيح، واذا ما راحت المشكلة بدنا نتفقد مستوى الحبر. طبعا مستوى الحبر اما عن طريق البرنامج تبع الطابعة الموجود على الكمبيوتر، بس مرات ما بيعطينا معدلات دقيقة للحبر الموجود، بنحاول انه نضيف الحبر شوي لحتى نتخلص من هالمشكلة. طيب وقت الطباعة الملونة مثلا يكون في لون مختفي، او مثلا بيعطي الوان ما لها موجودة، السبب شو بيكون؟ خرطوشة الحبر الملونة في إلى 3 ألوان، يعني هن الأحمر والأزرق والأصفر. بهالحالة أي نقص بواحد من الألوان جوا المحبرة عم يصير عملية خلط الألوان لحتى تعطينا اللون المطلوب. فبهالحالة أي نقص بواحد من الألوان رح يأثر على جودة الطباعة، وما رح يعطينا اللون المضبوط، او الصورة اللي عم نطبعها ما راح تكون هي المطلوبة، يعني راح يكون في اختلاف كتير بالالوان، او حتى في يعني مرات بيختفي لون كامل. طيب مشاكل الحبر على الورقة، يعني وقت الطباعة وقت الحبر ما يكون ثابت على الورقة، يا ما بيكون مثلا زايد كتير، يا اما الورقة تقريبا بتكون مايلة للسواد، يعني هاد شو سببه؟ طبعا هاي المشكلة وقت اللي بنحاول نضيف حبر للطابعة، اما بنعبيها زيادة عن الكمية المطلوبة، او مثلا في ناس وقت اللي بتعبي المحبرة عن طريق سيرنج، يعني ممكن انها تكبسه زيادة لتحت، فبتسوي يعني نوع من الثقب او التلف براس المحبرة. طبعا وقت اللي بندخل راس ابرة السرنج زيادة بالمحبرة لتحت، في اللبادة اللي جوا عم يصير فيها ثقوب زيادة، فبهالحالة ما فيها تحتفظ بالحبر، طبعا رح يتهرب الحبر لتحت، ونتيجة حركة المحابر جوا الطابعة
رح تصير تطرش الحبر على الورق أو حتى جوات الطابعة يعني بشكل عام يعني. طيب علي، نتشكرك كتير. وأنا بتشكركم وأهلا وسهلا فيكم، وبتشكر إذاعة هيفي اف ام على جهودها. گهدارن هجا بیدا و یا کوشه اما و هتا خلک کادن و مجاره کادن هن بمینن دخوشیده.